السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم آمين. موضوعنا النهاردة هو تفادي المشاكل مع النرجسي، هو أن تتجنب الجدل والكلام مع النرجسي. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. من أكتر الحاجات أو المشاكل اللي بتقابلك مع النرجسي هي معايير الصح والغلط. لو انت انسانه، يعني اقول لك ايه، انسانه متربيه مظبوط قوي، فهتبقى اكتر حاجه بتقابلك مع النرجسي فيها مشكله هي معايير الصح والغلط، معايير الحرام والحلال، معايير ايه اللي المفروض انه يعمله اجتماعيا، وايه المرفوض اجتماعيا. فهمتي؟ ده لو انت يعني شخصيه متربيه اوفر يعني. خلاص، فالناس المتربيه اوفر مع النرجسي بتبقى مشاكلهم اكتر من اي ناس تانية. خلاص، طيب لازم نفهم حاجه عشان نتفادى المشاكل اصلا مع النرجسي. لازم نفهم حاجه، ان معايير الصح والغلط والحلال والحرام لازم انك انت تتعاملي من خلالها مع النرجسي بشكل نسبي. يعني انت مش هتربي النرجسي من اول وجديد. لازم تعرفي ان النرجسي نموه النفسي وقف عند 12 او 14 سنة. يعني انت معاكي طفل داخل على مرحلة مراهقة، عنده اخطاء كتير، غلط، يحب الغلط. مهما اتكلمتي ومهما نبهتيه على انه غلط او ده ما يصحش او انك انت ازاي تعمل كده، ما بيفهمش. يعني مش بيتعلم من اخطائه. النرجسي عرف سوري اتحمست شويه. النرجسي دايما ما بيتعلمش من اخطائه، وما بيتعلمش من الماضي، وما بيربطش بين اي حاجه هو غلط فيها ونتائج الغلط ده عمل فيه ايه. يعني دي مصيبه تانية. النرجسي لما بيعمل حاجه غلط والحاجه دي نتج عنها خسائر، نتج عنها فضيحة، نتج عنها أي حاجة مش كويسة للنرجسي، النرجسي بيعود ويعملها تاني. ما بيربطش بين الحاجة اللي هو بيعملها وبين نتائج اللي هتعود عليه من هذا. خلاص، فبالتالي فبتلاقي انت مشاكلك دايما مع النرجسي منحصرة في ايه؟ منحصرة انك انت بتنبهيه على المشكلة اللي هو عملها، فبتقاومي وبتدافع عن نفسك، وبالتالي تبقي مجبرة على الاعتراف بالذنب علشان تعتذري. فانت في حلقة مفرغة كل يوم مش عارفة تطلعي منها. طيب الحل ايه؟ الحل انك انت تعاملك مع النرجسي ما يبقاش من خلال الصح والغلط والحلال والحرام. سيبيه، ربنا بيقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. يعني انت مش هتتحاسبي على اللي هو بيعمله. خلاص، انت مش هتتحاسبي اصلا على اللي هو بيعمله. سيبيه، كل واحد باعماله، كل واحد باخطائه، كل واحد بانجازاته. خلاص. ولكن علاقتك بالنرجسي انت عايزه تطلعي باكبر قدر ممكن من المصلحه منها. تمام؟ طيب ده هيجي من خلال ايه؟ ده هيجي من خلال حاجة بسيطة جدا، مش محتاجة منك تفكير، مش محتاجة منك انك انت حتى تطوري من نفسك. هو كونك انثى هيخلي النرجسي يشعر انك انت شايفاه رجل، وهي دي نقطة ضعفه، وهي دي اللي بتوقعه في علاقات سامة، وهي دي اللي بتخليه يخونك، وهي دي اللي بتخليه يبقى عمال بيبني في علاقات وبيتعرف على ناس كتير وبيبني في علاقات بالهبل، على اساس انه يحس انه متقبل اجتماعيا، او انه يحس انه شخص طبيعي، او انه الناس بتحبه، او انه مرغوب او جذاب لبعض الاشخاص وهكذا. خلاص، الأنوثة هي شيء مهم جدا، ولكن الأنوثة بمعايير بحيث النرجسي ما يحسش انك انت عايزة تسيطري عليه بأنوثتك. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده انا قلته يمكن
في فيديو من سنة ونص كده. يعني انت، يعني انا لما اقول انوثة انا ما اقصدش ميك اب. الميك اب من الوسائل اللي تخلي النرجسي ينفر عنك، خصوصا لو كان مبالغ فيه او انت حاطه حاجات كتيره قوي، فالنرجسي بيحس ان ده وسيله من وسائل السيطره عليه وبيرفضه. خلاص. الكلام الكتير واظهار المشاعر للنرجسي يخلي النرجسي يزهد فيكي ويخليه ينفر منك، ويبقى خلاص هو ضمن انك انت بتتعاملي معاه من خلال مشاعرك. وخلاص اكتر حاجه تجنن النرجسي تجاهك انه يحس انك انت بتعامليه من خلال عقلك مش مشاعرك. فهو عارف انك انت اذكى منه واعلى منه في قدراتك العقليه، فبالتالي بيخاف منك، لانه هو بيبقى عارف انك انت لو اتعاملتي معاه بعقلك هيبقى هو الضحيه مش انت اللي هتهزميه. تمام. النرجسي سهل جدا انه يغير افكاره تجاهك، بس بناء على ايه؟ بناء على افكارك تجاهه انت. خلاص. سهل النرجسي انه يغير افكاره تجاهك بناء على ايه؟ بعيدها تاني، بناء على افكارك تجاهه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النرجسي يعمل المصيبه ويتفرج عليكي كده ويبص لك كده ويلاحظك ويشوف رد فعلك ايه. دايما تعبيرات وشك انت مش واخده بالك ان في حاجه اسمها تعبيرات وشك. دايما بتركزي على سلوكك بس مع النرجسي، فتقولي انا عملت له ايه؟ ده انا كويسه، ده انا بربي له عياله احسن تربيه، ده انا. تمام. ولكن تعبيرات وشك لازم تتدربي على التحكم فيها، لان هي دي المفتاح اللي بيخلي النرجسي يتلاعب بيكي. هي دي المفتاح اللي بيخلي النرجسي يعرف انه جرحك سبب لك جرح، ألمك علم عليكي ولا لا. فبالتالي نصيحة بعيد تاني، تمرين المراية. لما تيجي تتكلمي مع النرجسي، الكوبليه اللي انت قلتيه للنرجسي بعد ما النرجسي خلاص مشي، حاولي انك انت تعيديه بنفس الاسلوب قصاد المراية وتسترجعي وتشوفي كان تعبيرات وشك شكلها ايه وانت بتكلميه. صدقيني هتتصدمي، هتلاقي نفسك تعبيرات وشك تعبيرات ضحية وتعبيرات الهزيمة وتعبيرات انت ألمتني، وهو ده اللي بيجرأ النرجسي عليكي ويخليه يضايقك ويألمك أكتر وأكتر. فالموضوع محتاج انك تتدربي على التحكم في تعبيرات وشك، تمام، تجاه النرجسي وتجاه كلام النرجسي. خلاص. بحيث انك انت مهما النرجسي عمل مصايب او بيتكلم باسلوب فيه اهانه او ازدراء ليكي، لا، انت قادره من خلال تعبيرات وشك انك انت توقفيه عند حده وتحسسيه ان اللي هو بيعمله ملوش اي نتيجه عليكي. وده هيخلي النرجسي يحس انك واحده واثقه في نفسها وانك انت مش بتتهزمي ابدا، وبالتالي مفيش طريق للنرجسي علشان انه يسيطر عليكي ويرجعك لان هو يمسك زمام امورك من اول وجديد غير انه يراضيك. تمام. فالموضوع كله بينحصر في انوثتك وتعبيرات وشك تجاه المصايب اللي النرجسي بيعملها فيكي كل يوم والتاني. تمام. ومعايير الصح والغلط والحلال والحرام، سيب الصح والغلط، مش دي مشكلتك مع النرجسي اصلا، لكن انت للاسف انت عاملاها مشكله. ومعايير الحرام والحلال برضو النرجسي ربنا هيحاسبه لوحده، مش هيحاسبك معاه. انت مش السبب في مشاكل النرجسي ولا انت السبب في سلوكه المنحرف. تمام. حاولي انك انت تطوري نفسك وتركزي على انوثتك وتركزي على تعبيرات وشك وتركزي على ثقتك في نفسك. اهم الحاجات دي هي اهم بكتير من انك انت تاخدي كورسز عشان تشتغلي بيه وتجيبي فلوس. من الاخر يمكن ده حل
للزوجات اللي ما عندهاش انها فرصة انها تتعلم حاجة جديدة علشان تشتغل بيها عشان تجيب فلوس. ابني ثقتك بنفسك وتعبيرات وشك تتحكمي فيها وأنوثتك تهتمي بيها قصاد النرجسي بشكل غير مبالغ فيه بعيدا عن المغالاة، صدقيني هتاخدي أكبر قدر ممكن من المصالح من النرجسي. تمام؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب أكون قدرت أشرح النقاط السابق ذكرها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.